في ورشة صناعة صواريخ يعمل فريق من الطلبة بجامعة البليدة على تطوير صاروخ يصل ارتفاعه إلى 9 كيلومتر للدخول في المنافسة الدولية وتحدي الصينيين والروس والأمريكيين. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو راح نتعرفوا باللي الجزائر دخلت في صناعة الصواريخ. معناتها دركا الصواريخ راح يوليو يطيبوا عندنا هنا، لأنك في يوم من الأيام ما راحش تعمل على المستورد، لأن المستورد قادر في يوم من الأيام يولي سلاح ضدك، تجي تضرب في الصاروخ باش تضرب به دولة ولا تضرب به منطقة يكلاطي عليك، يقدروا يفعلوه ضدك. معناتها دوكا لازم تخدم الصاروخ عندك وتخدم كل شيء عندك، سينو ما كلها تبدا تنافس. معناتها احنا ان شاء الله رانا نشوفوا بلي الجزائر بدات تتقدم في صناعه الصواريخ. نخلوكم مع الفيديو، اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه. هذا الصاروخ مكننا أن نجحنا في الجزائر وتحصلنا على المرتبة الثالثة. بإذن الله من هذه المرتبة راح نطرقوا إلى المسابقة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية ونمثل الجزائر فيها بإذن الله. من خلال المعلومات التي استقيناها من هؤلاء الطلبة، هم مصممين، وأنا نعتقد أنهم سوف يكون لهم ذلك، فمصممين على أنهم يكون عند الاختراع تاعهم يكون من بين الاختراع الأوائل اللي ربما ينافسوا فيه حتى ممثلي بعض الدول المتقدمة. فريق يتكون من 13 طالبا من مختلف التخصصات الميكانيكية والكيمياء والقطاع الإلكتروني والبرمجيات، يعمل تحت إشراف الأستاذ بنطراد حسين بكل جد عبر مراحل عديدة من أجل تطوير هذا الصاروخ. الدور تاعي كان في ليكيب هو داسيري ليطات سيرفاس باش نقصوا الاحتكاك اثناء الطيران. ليكيب تاعنا كانت متكونه من عده تخصصات خلتنا نتعرفوا على معنى العمل الحقيقي اللي في شروط حقيقيه من اجل ان شاء الله نطلعوا الجزائر ان شاء الله في المحافل الدوليه ان شاء الله.